أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع هيغير نظرتك لنفسك ولولادك وللمجتمع كله. سألت نفسك قبل كده ليه في طالب بيموت في حصة الرسم بس بيعيط في حصة الحساب؟ وليه في مهندس شاطر جدا في الأرقام بس مش بيعرف يعبر عن مشاعره؟ السر مش في نسبة الذكاء زي ما فهمونا زمان. السر موجود جوه دماغك، المخ اللي مقسوم لنصين، وكل نص له لغة وعالم خاص بيه. النهاردة هنفك شفرة عقلك وهتعرف انت مين فيهم وليه ربنا خلقنا مختلفين. اسمعوني بقلبكم وعقلكم، لأنك بعد الفيديو ده مش هتقول على نفسك فاشل في حاجة أبدا. تعالوا نبدأ بالنص الأيسر من المخ، وده بنسميه المدير المنظم أو المحاسب. ده المسؤول عن المنطق وعن الأرقام واللغة والترتيب. الشخص اللي النص ده مسيطر عنده تلاقيه بيحب الخطط، بيحب يمشي نظام 1+1=2، دقيق جدا في مواعيده ومنظم في كلامه. ده الشخص اللي بيحفظ القوانين بسهولة وبيحل المسائل المعقدة في ثواني. بس في نفس الوقت ممكن يكون واقف شوية في مشاعره أو ما بيحبش المفاجآت لأنه بيثق في العقل أكتر من القلب. هل أنت الشخص ده؟ ومن الناحية التانية النص الأيمن، وده الفنان السرحان أو المبدع. ده المسؤول عن الخيال والألوان والموسيقى أو الحاسة السادسة. الشخص اللي النص ده عنده أنشط بتلاقيه بيحب الرسم، بيسرح كتير، بياخد قراراته بقلبه وعنده رؤية للأمور أوسع من مجرد أرقام. الشخص ده ممكن ينسى ميعاد مهم بس يفتكر ريحة مكان أو لون فستان لبستيه من سنين. ده الشخص اللي النظام التعليمي ساعات بيظلمه ويقول عليه مش مركز، وهو في الحقيقة مبدع بدرجة امتياز. المشكلة الكبيرة يا جماعة إن نظام التعليم والوظائف في العالم كله بيهتم بالنص الأيسر، يعني الحفظ والحساب والمنطق، وبيهمش جدا الفص الأيمن الخاص بالإبداع والابتكار. ده اللي بيخلي رسام عبقري يحس إنه فاشل لأنه مش شاطر في الفيزياء، أو كاتب ملهم يحس بالضيق لأنه ما بيعرفش يتعامل مع لغة الأرقام. إحنا النهاردة جايين نكسر البرمجة دي ونقولك إن ذكاء المشاعر والجمال لا يقل أهمية عن ذكاء الأرقام والمنطق. تعالوا نعمل اختبار علشان تعرف أنت مين فيهم. اختبار صغير كده، بص على مكتبك أو أوضتك. لو لقيت كل حاجة بالمسطرة ومنظمة فأنت غالبا أيسر الدماغ. لو لقيت فوضى إبداعية وألوان وحاجات مش مترتبة بس أنت عارف مكان كل حاجة فأنت غالبا أيمن الدماغ. لو بتفكر بالكلمات فأنت أيسر، لو بتفكر بالصور فأنت أيمن. مفيش مخ أحسن من مخ، في مخ عرف وظيفته واستخدمها صح. طب عايزين يبقى في جسر للتواصل وتكامل للفصين. أذكى الناس في التاريخ ما كانوش بس في ناحية واحدة، هم اللي عرفوا يبنوا جسر من النصين. يعني المهندس اللي بيستخدم النص الشمال في الحسابات بس بيستخدم النص الأيمن في إنه يصمم بيت شيك وجميل، أو الدكتور اللي بيستخدم المنطق في التشخيص بس بيستخدم الإبداع والرحمة في التعامل مع المريض. القوة الحقيقية هي إنك تشغل النصين سوا عشان تكون إنسان متكامل. طب إزاي تطور النص الخامل عندك؟ لو أنت منطقي جدا وعايز تطور خيالك، ابدأ اسمع موسيقى أو ارسم أو حاول تتخيل حلول بره الصندوق. ولو أنت مبدع ومشتت، ابدأ اتعلم مهارات التنظيم، اعمل جداول، درب نفسك على الحسابات البسيطة. علم النفس يقول إن العقل مرن وتقدر تمرن الفص الضعيف عشان توصل للتوازن النفسي اللي بيحميك من التطرف في التفكير. طيب ليه ربنا خلقنا كده؟ عشان نكمل بعض. تخيل لو العالم كله محاسبين ومنظمين، ما كانش هيبقى فيه فن ولا بهجة. وتخيل لو كله فنانين وسرحانين، ما كانش هيبقى فيه مباني ولا تكنولوجيا. احترم اختلافك عن غيرك واعرف ان بصمتك في الحياة مرتبطة بنوع عقلك اللي ربنا ميزك بيه. في النهاية انت مش محتاج تكون نسخة من حد، ذكائك هو بصمتك. لو انتي وشايفة ان ابنك مش شاطر في مادة، دوري على النص المنور في دماغه وشجعيه عليه. قيمتك أكبر من درجة في امتحان أو تقييم مدير. ربنا خلقك بعقل جبار، والمهم هي إنك تكتشف قوته فين وتستخدمها صح. قولولي في التعليقات بعد ما سمعت الفيديو ده، حاسس إنك أيمن الدماغ ولا أيسر الدماغ؟ وخلينا نكتشف ذكاء بعض. أنا سيلا، وده بيتك التاني. نورتوني. شكراً.